اللهم صل وزد وسلم وبارك على هدي رسول الله. طبعا انا شفت حوار صحفي للمنشدة المنقبة، ولكن عايزة اعلق على حاجة. الناس اللي هاجمتني طبعا مولد او المولد، عليه الصلاة والسلام. طبعا الواحد اول حاجة الشيوخ انقسمت لاقسام قسمين، ان يعني عيب او حرام او ما يصحش من الناحية الشرعية والاسلامية اللي احنا نحتفل بيه المولد. احنا ايام زمان كان المولد بيسموها الدورة او المولد، يعني كان بالنسبة لنا واحنا عيال صغيرة الدنيا بتتقلب في البلد. بيطلع تصريح من المركز ان يلفوا في الشوارع البلاد، والبلد كانت عبارة عن فقرات. كان بالنسبة لنا المولد فرحة وبهجة. فقرة الحصان، فقرة الزفة، حد من الكوافير يطلع كأن عريس وعروسة، بيبقى يعني واحدة بنت يعني عيلة كأن هي وجوزها. فقرة السجين، فقرات كانت جميلة جدا. فقرة الصيادين، وفقرة بتوع النول أو الدبلاج. كانت فقرة لكل تقريبا اللي الصنايع، او اللي هو بيعمل في النول، او صياد او ميكانيكي او بتاع جزم. وكان في بعض المحلات زي بتاعة الفسيخ والجزارة وكده كانت بتعرض منتجاتها، وكانوا بيوزعوا للعيال، بيرموا علينا ملبس وحلويات وكراميلا. الموكب كان موكب عظيم جدا، عمرنا ما هننساه في الذاكرة. بيحاولوا بعض المحافظات بيحاولوا يعملوا حاجة زي كده شوية، بيطلعوا في الشوارع وبيبتدوا يعني يطبلوا ويزرغطوا فرحة وبهجة. ففي شيوخ انقسمت ليه قسمين. برضك انا شفت فيديو للمنشدة هي وجوزها، وفعلا التعليقات، وانا شفت اسلوب جوزها مستفز بصورة غريبة، ان هو ما عندوش مبدأ، او عنده مبدأ اللي احنا عايشين فيه، إن الناس معظمها عايشة منافقة وبوشين. ان انت دلوقتي كنت ملبس مراتك نقاب وكانت بتغني اناشيد دينية، وللأسف سرقوا الاغنية بتاعت مش عارفة اسمها الحاجة ايه كده، اللي هي بتاعت مشروع ما كلش البطاطا هتشوكني، مش عارفة. خدوا اللكنة بتاعتها او الايه، ال- اللحن بتاعها يعتبروا سرقوه. دي من الاغاني التراث اللي هي بتفكرت بماما الله يرحمها، كانت بتغنيها في الافراح. اللي مشربش الشاي البطاطا هتشوكني، او اعملوا بحث هتلاقوها لاني مش فاكراها قوي. فالدنيا اتقلبت بقى، قالوا له انت ازاي مراتك منقبة وبتسيبها تغني في الافراح؟ قالوا والله صوتها حلو وانا واثق فيها وهي كده لابسة النقاب، ف اتجاه ديني وبتقول اناشيد واغاني دينية. الناس قالت له انت منافق، و طلعت هي عانت النقاب وقالت انا اول مرة بسهر على اليوتيوب او لايف. حتى حققت شوفوا على القاهرة 24 1.7 مليون مشاهدة، كان بس مباشر، كان 30 دقيقة و40 ثانية. رغم ان هو ظهر قبل كده في آه، كان مع ريهام سعيد الظهور للمطربة المنقبة، وصدمة كبرى من سبب لبسها النقاب. كان الموضوع حتة النقاب دي، الناس قالوا له انت طالما دي منقبة فتبعدها عن حتة الافراح والليالي الملاح. قال لا، هي كانت بتتحرج، فانا لبستها النقاب عشان تتصرف بطبيعتها. طبعا زي ما قلت الناس انقسمت لجزئين، ان هو تنازل عن النقاب، والناس قالت له اتهمته اللي انت اخترت الدنيا واخترت الترند وفرقحت عشان تبقى انت ومراتك قابض وتشتغلوا في الافراح والليالي الملاح، فانت ما عندكش مبدأ. في ناس قالوا آه، الفكر، يعني في ناس ايدوها ان فكرتك حلوه اللي انت بالنقاب وبتقولي اغاني دينيه وكويسه، في ناس اعترضوا. هنقل بقى معاكم لنقطة تانية، اللي هي أم بوسي أما قالت لي ضحك عليكي بكلمتين ناعمين.
اما يجيلك طلب صداقة في يوم المولد اللي انت بتتذكري فيه بقى احداثك وطفولتك وبتعيشي فيه ذكريات بقى، بتعيشي وحدتك، قهرتك، حزنك، بتعيشي ألمك وسحرك وبتصوتي من الألم. تمام. في كل ده تلاقي حد تبع، كنت دايما اقول انا مستهدفه، يقولك مستهدفه انت بتكبروا الامور قوي. اسمه واحد بعت لي طلب صداقه وقافل التليفون او قافل الايميل، فصورته من التليفون الصغير. حصل لي ذهول. اسمه مسمي نفسه ابو سعيد سمسم. انا طبعا كلمة سعيد لوحدها دي رمز للتوابع سعيد، وما خفي كان اعظم. تاني حاجة، انت قافل الايميل بتاعك. طب طالما قافله، انت باعت لي طلب صداقة وانا هعرفك ازاي؟ اهو. تاني حاجة، اما يحط لفظ الجلالة الله اكبر او لا اله الا الله محمد رسول الله، ودي اللي عايزة اقول لكم ازدواجية في الايمان والعقيدة، ان كل للأسف الا من رحم ربي، يعني اتق الله في امة الله، واتق الله انت تجرح بيوت المسلمين وتبقوا قاعدين بتهزروا ولا مراعيين عظم التربة، ولا مراعيين اللي انا مسحورة ومتكتفة مش عارفة اعيش حياتي، وبتتصيدوا وبتضحكوا ببنات المسلمين، بتنهشوا فيها وفي عرضها ولحمها، وذنبها الوحيد اللي بتدافع عن شرفها حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ساحر فاجر دمر حياة البنات 360 درجة. نرجع بقى لمرجوعنا. اما بوسي قالت لي بيضحك عليكي بكلمتين ناعمين. طب انا بنشر الحاجات دي طبعا بوريها لابني، وبقول ان هي تبقى ذكرى، طبعا ذكرى سودة عليا. وبفرح اول ما بقعد فتره ما حدش بيبعت لي طلبات صداقه، لاني بعرف ان انا مستهدفه زي ما قلت، لاني الايميل بتاعي متسجل برقم تليفون عامله بيه الباسورد بتاعت المعاش والحاجات زي كده، حاجات الحكومة، فمش هعرف اغيره، متثبت بيجي عليه باسورد او تأكيد الحساب. فمعايا بقاله سنين. فطبعا سعيد الشيخ وشركاه ناس ربنا ميسر لها امورها في الدنيا، واخدين بالكم؟ فالعينة بينة. فطبعا ابني لما بيتبعت الحاجات دي بيتقهر او بيعرف ان انا مستهدفة. ما هو انا طبعا مستهدفه طالما الالم بياكل في جسمي. ابو سعيد سمسم سمسم سمان ناس فايقه. معقوله ما عندكمش مشاكل؟ الناس قاعده تقول الطماطم ب25 والخيار مش عارفه ب22 والبصل ب22 او ب25. الناس قاعده بتتكلم في اكل وشرب. انتوا اكيد ناس يعني هايفه. ربنا مزين لكم الحياه، جنتكم الحياه. فعلا في ناس عايشه مستويات راقيه خالص، بعيدة عن الناس اللي بتعاني زي حالتنا كده، الأكل والشرب والتفكير والسحر، حياتها مطحونة. بتستعفى عن الحياة، تثبت نفسها، تعيش في ستر، تعيش في احترام، بتناكف وتعافر لوحدها، ومش مرحومة من أهل. يعني أنا ساعات أقول منك لله وارجع أقول طب فين أهلي وفين أختي وفين؟ واخدين بالكم؟ محدش بيقف مع حد ولا حد بيساند حد. بالعكس، الاهل زي ما بنقول ام بوسي كده ضحك عليكي بكلمتين ناعمين. فعشان كده بقولك انا مستهدفه، ابعدي عني، لان دي نماذج تبع سعيد الشيخ. مش معقول واحد هيقوم من النوم كده الوحي يقول له روح ابعت لي انا طلب صداقه الا لما يكون مزقوق من حد. ودي حاجات انا بقالي سنين كنت الاول بقول يمكن عادي، لا مش عادي. ساحر بيشرب وبيسكر، بيشرب مخدرات، بيتكلم عليكي، حطك في دماغه ومدمرك وبيدمر عيالك وبيدمر حياتك. انا بصوت من القلق للأسف الشديد ان انا بلاقي كمان الايام المفترجة اللي هي زي الايام المولد وعاشورا والمولد النبوي، ان الواحد بيحاول عايز يصوم مش عارف من التعب اللي هو فيه، بتلاقي ادي تم ازالة الطلبة اللي تقول اه لا ما حكيم يعني ام بوسي بسم الله ما شاء الله عندها حسن ظن بيا حلو اوي. انا زلت الصداقة وزلت 100,000 صداقة من اللي سعيد بعتهم. وفي ناس كانت بتكلمنا على ماسنجر تقولي ده انا خدت الرقم، ده كان سكران وخدت الرقم منه
قاعد يتكلم عليك وهو مش داري. عارفين دي يعني ايه؟ يعني حد بيطعنك وبيحاول يشوه صورتك، كل ده وانتي قاعدة بتنكفي وتحاربي في كذا جهة خسرانة. وكمان اهلك مش راحمينك، يعني الاهل يقولك يا اختي ده بنت عايزة تتجوز، ده ضحك عليها بكلمتين ناعمين، ده عايزة الشيء ده ولا ايه، واخدين بالكم يا ام بصي انتي. فعشان كده بقولك ما تحرقيش دمي انتي ولا كوكي، استكفوا بقى عليا، سيبوني في حالي. وكوكي اللي جايه تفرح اختها بحلاوه المولد، انا قايله لك قبل كده كم مره، قبل ما تيجي استأذني مني، ما تجيش ترن الجرس وترعديني. تاني حاجة أنا قلتلك مليون مرة قبل كده، أنا مش عايزة حلاوة ولا بقلاوة، كفاية الحلاوة اللي في دماغي، العفاريت لحسة الدماغ كله، واخدة بالك انتي. فانا ما كنتش عايزه حلاوه ولا بقلاوه، انا كنت عايزه واقفه جنبي. تمام، خدت قرار انت وجوزك، مش عايزه تقفي براحتك، يبقى ما تجيش الدار بقى تحرقي دمي، واخده بالك انت. تتصلي زي ما انا بتصل كده، والله يا كوك الشيء ده عايزه حلاوه عايزه بقلاوه، اقول لك لا والله، وديها لخالي نبيل ده ما بيشتغلش، ومقابل عمتي بيقول لها ده انا ظهري شدد عليا، تقول لي يا نبيل ما بتشتغلش، لا بيقول لها والله ده انا ظهري شدد عليا مش عارف اشتغل. قلت لك كم مره مش عايزه الحلاوه ولا السمسميه ولا كده، كتر الف خيرك. ما تجيش بقى ترميها لي وتمشي، وانا قعدت القرين هيك في ده ضغط عالي، ورحت المستشفى، خدت نص حبايه كده تحت اللسان، وقالت لي لو فضلت كده بقى بتعالي تاني، واخده بالك انتي. ليس على المريض حرج، بس دي بالنسبه لي ادي المولد اهو، المولد بالنسبه لي زي ما سعيد الشيخ قال بالظبط، هيبقى حياتك غلاء، حرق دم، استنزاف مشاعر، حزن. ففعلا انا مسار حياتي ما بيعديش الا زي ما انتوا شايفين كده. فما تحاوليش تستفزني وتنقلي، طبعا نقلت الكلام، وقحت الاخوات وقحت الدنيا، اظن ستوب بقى لحد كده. اما بقى لو حد ضربني في مقتل تاني، هدخل على النماذج دي، انا حاطه منها السكرين شوت عندي، هفك اقبل الصداقه واقول له والله رجاء بنت وفاء، واللي سعيد الشيخ يدمر حياتها زي ما هي مدمره حياتي، واخده بالك انت ازاي. فهمتيني. صورة صورة بنتك وصورة خطيبها تبقى في البلد كلها مع الصحراء الفجرة اللي ضاحكين عليكي، تعرفيش انا قاعدة القلم بيقطع فيها، بصوت بشد في شعري مش لاقيه لي حل. خدت بالكم، انا وريتكم بس دي جزء من الفتن اللي انا عايشة فيها دي، وما خفي كان اعظم. كفاية القلم. تمام كده. كل سنة وانت طيبة يا ام بوسي ويا كوكي.